وهي دي مصر. مصر يعني صعب قوي انه اتكلم عن علاقتي بمصر، لان مش الوها دي. مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. اهلا وسهلا بكم في برنامج هوا الايام. ان شاء الله تكونوا دايما سعداء وبخير. انا سميرة ابراهيم، واعلاميه صحفيه بشتغل في فرنسا وفي الدول العربيه والافريقيه. وانا طبعا كبرت في باريس في فرنسا، ودايما كنت بشوف انه عندي اختلاف في الاختلاف. يعني والدتي مصريه، والدي سوداني، مولوده في لبنان، كبرت في فرنسا، ودايما كان في عندي صورة جميلة قوي عن الثقافة العربية. البداية بدأت في الجامعة، لأن كنت بدرس قانون في السوربون في باريس، وكمان بدرس اللغة العربية في معهد اللغات الشرقية، وقدمت على دورة تدريبية في إحدى القنوات الفرنسية زي ما كل الناس قدمت، وما كنتش يعني أفتكر أنه هيختاروني، والحدوتة بدأت من كانال بلس. كان عندي شغف قوي للعالم العربي. أنا اتولدت في بيروت، وحتى لو كنت صغيرة قوي كان عندي ذكريات من لبنان ومن مصر. كنت بروح أجازة مصر، وكنت بحب قوي، كان حلمي أني أعيش هناك. ودايما كنت بشوف صورة مغلوطة عن الثقافة العربية، فحبيت أبحث، حبيت أعرف إيه هي هويتي، أفهم، أتعلم، أدرس الثقافة دي، أتعلم العربي، أقرأ وأكتب. فالموضوع يعني بدأ من هنا. أنا بحب فرنسا قوي لأن كبرت فيها. طبعا لما كنت صغيرة كنت عايزة، حلمي كنت أن أعيش في مصر أو في لبنان، بس في الوطن العربي. كان في حاجة كده رومانسية بالنسبة لي في الشرق الأوسط. ولكن بحب فرنسا، بحس بحرية، ممكن تلقائية. بحلم باللغة الفرنسية، بحب اللغة الفرنسية، بحب الأدب الفرنسي، بحب حاجات كتيرة قوي. أنا مرتاحة في فرنسا لأن أنا كبرت هنا، أصحابي هنا، أسرتي هنا. اللي بحبه أكتر أنه من خلال فرنسا ممكن أحقق أحلام كتير. من خلال فرنسا قدرت كمان أبني جسور مع هويتي المصرية، العربية، الإفريقية، النوبية. من خلال فرنسا تعلمت اللغة العربية، من خلال فرنسا بشتغل في إذاعة عربية، من خلال فرنسا قدرت ألاقي مكانتي في العالم ده، هويتي الشخصية. يعني حققت أحلام كتيرة قوي. ذكريات الطفولة، اللهجة المصرية، الأفلام، الأغاني، الأكل المصري اللي يعني أكيد مش كويس، مدمر للرشاقة، ولكن بحبه قوي. الناس الحلوة، الناس الطيبة، الروح الجميلة. ومصر تستاهل أكتر من كده بكتير. كمان مصر متهيألي لازم تدي أكتر من كده للعالم. الأديان كلها موجودة، التعددية كمان موجودة ومحسوسة. يا ريت، يعني أنا بحس إن احنا لازم نتسامح أكتر مع التعددية دي اللي موجودة، وهو ده ثراء الثقافة المصرية. وعلاقتي بمصر جميلة، ما بتتقالش بكلمتين. ازاي بوفق ما بين الاتنين؟ بطريقة طبيعية جدا. انا محتاجة الاتنين. بحب قوي خصوصية الاذاعة، حتى لو النهاردة الاذاعة مصورة بتبقى، ودي حاجة بتنرفزني شوية، لان انا بحب اكون في الاذاعة واعمل انترفيوهات وايديا بتلعب، يعني عايشة قوي الكلام اللي انا بقوله ولا اللي بسمعه. في التلفزيون الموضوع مختلف، بس انا شايفة انه الاتنين بيكملوا بعض، وبحب الاتنين بنفس الطريقة. شخصيات كتيرة قوي منهم كنت بحلم اني اقابلهم. يعني لبلبة مثلا، يسرى، شاب خالد، راغب علامة. في شخصيات كتيرة قوي، اعلامية، سياسية، فنية. نصيحة انه يتمسك بحلمه، وانه يكون عنده اصرار انه يكمل رغم الصعوبات، لان في صعوبات كتيرة قوي، في منافسة كبيرة قوي. وما ينساش انه يفضل هو نفسه. يعني الواحد يلاقي هويته ويكون صادق مع الناس، ويحلم كبير ويحقق حلمه.